عمرك حسيتي إنك مخنوقة من غير سبب؟ أو بتدعي كتير ومفيش استجابة؟ أو حاسة إن الدنيا واقفة؟ أنا كنت كده لحد ما اكتشفت سر بسيط، وهو الاستغفار. أيوة، كلمة واحدة بس غيرت لي كل حاجة. تعالوا أقول لكم على السر اللي محدش بيحكيلك عنه. وليه الاستغفار مش مجرد ذكر؟ الناس فاكرة إن الاستغفار مجرد كلام، لكن هو في الحقيقة باب سحري بيفتح لك رزق وراحة ورضا وحياة جديدة وسعادة ملهاش حدود. ربنا قال في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني معنى كده إن الاستغفار مذكور في القرآن. يعني لما أنا أستغفر، قصاد الاستغفار ده في رزق، في أولاد، في راحة، وفي جنة. يبقى أكتر من كده إيه؟ تعالوا كده أما أحكيلكوا على قصص ناس كانوا بيذكروا كده ربنا وكانوا بيستغفروا ربنا كتير، وقد إيه الاستغفار غير حياتهم. كان في واحدة كانت بتدعي، يعني كانت ما بتخلفش يا بنات، وقعدت كذا سنة ما تخلفش. فكانت بتدعي كتير ربنا إن ربنا يرزقها بالذرية. ولما عرفت إن الاستغفار ممكن ان، او مش ممكن، ده اكيد ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا كده: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فبدات تستغفر ربنا سبحانه وتعالى كل يوم. فبتقول ان هي كانت بتستغفر ربنا كل يوم اكتر من 100 مره. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بشرها بالايه؟ بالحمل. سبحان الله. ومعانا قصه تانية برضو، ان كان في واحد يا بنات كان مديون حرفيا، ما كانش قادر يخرج من ضيق الرزق. يعني كانت الدنيا ضيقة قوي، ما كانش، وكان عليه ديون، وعايز طبعا مش عارف يدفع ديون، ومش عارف يمشي بيته، ومش عارف يصرف على أولاده. ولما سمع بموضوع الاستغفار، وإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نستغفر ربنا، وإن هو سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق، هو اللي هيرزقنا المال، فبدأ يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. كان بيقول إن هو بيستغفر ربنا بإخلاص، يعني كان بيحضر قلبه وكان بيستغفر ربنا. فربنا سبحانه وتعالى فتح له أبواب من حيث لا يحتسب. وأنا كنت واحدة من اللي كانوا تايهين، كنتش مرتاحة، كل حاجة كانت ماشية بالعافية. لكن من يوم ما قرأت الآية، وهي مدام هي آية في القرآن يعني هي أمر من ربنا سبحانه وتعالى، استغفروا يعني أمر، فبدأت إن أنا أستغفر ربنا. والحمد لله قعدت يعني أستغفر ربنا وأنا ماشية، وأنا جاية أنام، يعني أفضل أستغفر ربنا كده لغاية لما عينيا تغفل كده وأنام، وأنا بطبخ بقى، وأنا في المواصلات. المهم الاستغفار ده الحمد لله على لساني دايما. فالحمد لله الحياة اتغيرت واتبدلت، مش بس من بره، لأ، كمان القلب بيتغير. كتير مننا بقى يقول: طب أنا أستغفر إزاي؟ طبعا مش شرط إن أنت تبقي مثلا مادام ما فيش في إيدي السبحة إن أنا ما استغفرش، لأ. استغفري بقى وأنت بتطبخي، وأنت بتوضبي البيت، وأنت ماشية في الشارع، قوليها كده من قلبك. يعني حتى لو انت قاعدة كده بينك وبين نفسك استغفري، يعني خلي كده ايه لسانك دايما رطب بذكر الله وبالاستغفار. ما تسيبيش وقت غير لما تذكري ربنا سبحانه وتعالى فيه. استغفري، قولي: استغفر الله العظيم واتوب اليه. كلمتين يعني مفهومش، هما بساط خالص، لكن خيرهم كتير. في صيغة تانية انك تقولي: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. كل مرة بتقوليها في ذنب بيقع، وهم بيخف من عليك، ورحمة بتنزل من ربنا سبحانه وتعالى علينا. طب يعني أستغفر كم مرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر في اليوم أكتر من 70 مرة، وفي رواية تانية قالوا إن هو كان بيستغفر 100 مرة. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام
ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني احنا أولى إن احنا نستغفر. أكيد لينا ذنوب كتير، وأكيد في معصية عملناها، أكيد لازم إن احنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. اعملي لنفسك كده تحدي يومي، استغفري ربنا. قولي مثلا أنا هستغفر ربنا 100 مرة قبل النوم، وهستغفر ربنا 100 مرة وانت بتعملي الشغل، شغل البيت يعني، وانت بتغسلي وانت بتوضبي وانت بتطبخي. اعملي تحدي بينك وبين نفسك، وشوفي كده الفرق بعينك، مش بس في يومك، هتلاقي الفرق في قلبك. هتلاقي فيه قلبك بقى فيه طمأنينة كده، وبقى فيه سكينة، ما بقاش فيه غشاوة كده، أو حاسة إن فيه هم، أو حاسة إن قلبك كده كل ما هتستغفري كل ما هتلاقي قلبك كده القلب بينضف وبيكون نقي. وطبعا طول ما انت بتستغفري، طول ما انت مش هتعملي ذنوب. الاستغفار مش بس مفتاح للرزق، ده مفتاح للطمأنينة وللستر وللحب الحقيقي من ربنا. قوليلي بقى في التعليقات، انت جربت الاستغفار قبل كده في يومك وحسيتي بفرق؟ وما تنسيش كده تشاركي تجربتك في التعليقات وتقولها لي، وشاركي الفيديو، وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة علشان نكمل سوا الطريق ده للنور والسكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.